تعال نتخيل مثلا بانك انت قاعد في قاعده، واحد صاحبك قاعد على اليمين، واحد تاني قاعد على الشمال، اتنين صحابك قاعدين معاك، وانت مثلا قلت جمله مش واضحه، جمله مش مفهومه قوي، بس تلاقي اللي قاعد جنبك على اليمين فهمك وفهم قصدك وفهم نيتك كويس، كانك انت كتاب وهو مذاكره كويس وحافظه صم. تلاقي اللي قاعد على الشمال ما فهمكش وفهم حاجه غلط وفهم نيتك وسوء الظن فيك. فانت تلاقي اللي قاعد جنبك على اليمين خلاص بيحبك ففهمك كأنك انت كتاب وحافظك صم، من حتى لو انت بتتكلم الغريف وهو بيتكلم عربي فهو فاهمك وهو عارف انت تقصد ايه وهو عارف كل حاجة، حافظك صم. شوف سبحان الله، المحبة بتخلق لغة التفاهم ما بين الطرفين. المحبة يعني بتصنع معجزة في لغة التفاهم. بس تلاقي التاني اللي كان مثلا قاعد على الشمال ده، تلاقيه بقى ايه، يمسك لك على الغلطة ويمسك لك على الواحدة، وانت بني ادم طبيعي من حقك انك انت تغلط، وعادي بانك انت تغلط، وعادي انك انت تقول كلام ما ينفعش ان هو يتقال. بني ادم يعني بيتعلم ما بين التجارب، بيتعلم من الحياة عادي. فتلاقيه بقى هو بيمسك لك على الواحدة وبيمسك لك على الكلمة وبيمسك لك على الغلطة. انا عن نفسي ما اتمناش لنفسي ان بني ادم زي ده يخش في حياتي، عشان انا بني ادم زي ده دخل في حياتي قسما بالله يجيب اجله. هي ناقصة الواحد مستحمل نفسه بالعافية، والله الواحد لولا حرام لا كان رمى نفسه من فوق السرير. والله استغفر الله العظيم يا رب، بس هموت كافر، استغفر الله العظيم يا رب. بس عامة يعني بني ادم زي ده بيمسك لك على الواحدة وبني ادم يعني خنعي بمعنى اصح، طلعه من بره حياتك وخليه يغور في 60 داهية عشان هي مش ناقصة. كفاية بانك انت مستحمل نفسك بنفسك بمعنى صح. انت لولا حرام كنت رميت نفسك من فوق السرير زي ما انا عايز اعمل. بس استغفر الله العظيم يا رب، احنا ما نعملش كده، هنموت كفار، استغفر الله العظيم يا رب.